من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ده المثل اللي ينطبق على حالة الزمالك وحالة أحمد السيد زيزو. نادي الزمالك بعد ما قدم شكوى ضد أحمد السيد زيزو عشان خاطر يوقفه ويغرمه، نادي الزمالك هو اللي مهدد حاليا بالإيقاف، وهو اللي مهدد حاليا بالغرامة بلس 82 مليون جنيه مستحقات زيزو المتأخرة. نادي الزمالك قدم شكوى في لجنة الانضباط، ولجنة الانضباط رفضت الشكوى لعدم الاختصاص. قام قدم الشكوى مرة تانية وعمل استئناف للجنة الانضباط، فلجنة الانضباط آخر ما زهقت قامت نقل الشكوى كلها للجنة شؤون اللاعبين اللي هي المختصة بالنزاعات ما بين الأندية وما بين اللاعبين. فما كان من نادي الزمالك غير انه ما راحش جلسة الاستماع الأولى للجنة شؤون اللاعبين في القضية، لأنه مش من مصلحته أصلا إن الموضوع يروح للجنة شؤون اللاعبين، لأنه باختصار نادي الزمالك عارف كويس قوي إن لجنة شؤون اللاعبين أول حاجة هتعملها قبل أي فحص للشكوى هي إنها تبص لعقود اللاعب وتشوف اللاعب ليه مستحقات عند نادي الزمالك ولا لأ. فبالتالي ما كانش حابب اصلا الفكره، وفي جلسه استماع تانية يوم 14/7 وبنسبه كبيره الزمالك مش هيروح برضه، لان زي ما قلت لك مش من مصلحته ان هو يروح لجنه شؤون اللاعبين لانه هيتغرم. احمد السيد زيزو كان محترم، سكت وما رضاش ان هو يقدم شكوى في الزمالك، لكن لما لقى الشكوى والاصرار على الشكوى من نادي الزمالك اما قدم شكوى امبارح ضد نادي الزمالك بيطالب فيها بكل مستحقاته، ومش بس كده بيطالب كمان بفلوس مكافأة كأس مصر اللي كسبها الزمالك الموسم الفات. يعني بجاحة بجاحة بقى يا باشا، طالما انتوا بجحين قوي كده وعايزين فلوس مني وانا اصلا اللي ليا عندكم فلوس وعايزين توقفوني وانتوا اصلا اللي المفروض تتوقفوا لان كنتوا ما دفعتوش مستحقاتي، انا مش هسكت بقى وعليا وعلى اعدائي. وقام مقدم الشكوى في اتحاد الكوره، وبكده الزمالك حفر حفره لاحمد السيد زيزو، بس غالبا هو اللي هيقع فيها لانه هيتغرم فلوس كتير جدا، هيكون مجبر ومطالب ان هو يدفع كل مستحقات اللاعب والا هيتم ايقاف القيد عنه.